توكا ميموري كان غير ولد عادي كيدوز أيامه في القسم مع صحابه بحال أي تلميذ آخر. ولكن في نهار من الأيام حياته تقلبات فجأة، وهو وصحابه تلاقاو راسهم في عالم آخر. استدعتهم شي آلهة كتجيه بحال شي ملاك، ولكن في الحقيقة كان الشيطان في صورة رحمة. كل واحد من صحابه خدا تصنيف حسب القدرات ديالو، ولكن توكا وحده خدا تصنيف الأضعف المهمل اللي ما كيستاهل حتى ينظروا ليه. الناس اللي كانوا كيعتبروه صاحبهم ولاو عليه، والآلهة اللي جابتهم لهذا العالم كشفات على وجهها الحقيقي. بلا شفقة ولا رحمة قلبات عليه وخدعات توكا وأمرات بالرم ديالو في متاهة قاتلة ما كاين ما فيه غير الظلام والمخلوقات المتوحشة. الهدف ديالها يموت بوحدو معسول منسي، ولكن توكا ما كانش من النوع اللي كيرضى بالمكتوب بلا مقاومة. وسط الظلام ووسط الوحوش ووسط المعاناة توكا اكتشف قوة سرية، مهارة ما عمر حد من قبل حصل عليها. هاد القدرة المرعبة كتعطيه إمكانية يشلل أي شخص، يسممه ويجبرهم ينعسوا بمجرد نظرة وأمر بسيط، بلا لمس بلا عنف، غير بعينيه وصوته. وهنا بدأ طريقه الجديد، طريق الانتقام. مع مرور الوقت ومع كل معركة خاضها توكا ولا كيولي أقوى وأقوى، والوحوش اللي كانت كتعتبره بمجرد فريسة ولا كيصطادها بلا مجهود. المهارات ديالو تزادت، القوة ديالو ولات مرعبة، وخا يكون تصنيفه راه في الحقيقة وصل لمستوى الأوفر باور. الضحية اللي راهنوا على سقوطها رجعت الكابوس ديالهم. توكا ما بقاش حبيس المتاهة، هرب ورجع أقوى، ورجع كيعرف غير حاجة وحدة في باله: الانتقام. هذيك الآلهة اللي خدعته غادي تندم، صحابه اللي داروا به الخيانة غادي يخلصوا، العالم اللي طعن فيه غادي يشوف وجهه الحقيقي. ولكن ديك الآلهة كانت عارفة أن توكا ما بقاش داك الفتى الضعيف، ولا خطر ولا تهديد ولا كابوس كيرعبها في كل لحظة. دابا قررت تجند أبطال جداد باش يوقفوه، ولكن واش غادي يكونوا قادرين يواجهوه ولا غير غادي يزيدوا ويطيحوا في مخطط الانتقام ديالو؟ قصة مشوقة حماسية كلها انتقام، خداع وقوة خارقة. واش غادي يقدر توكا يحقق الانتقام ديالو، ولا غادي يكتشف أن القوة المطلقة كتهرس حتى قوى القلوب؟ تابع القصة وغادي تعيش مغامرة من نوع آخر.